اتصعب في الاخر. يعني كان سهل ان هو النادي الاهلي النهارده يكسب بنتيجة 6-7. النهارده امام عاشور لوحده ضيع حوالي 6 انفرادات، 6 من الانفرادات السهلة اللي هي كانت تقدر تخلي المباراة تبقى نتيجتها 4-5-6. ده كان طبيعي على الفرص اللي أتيحت لإمام عاشور وأهدرها بكل سهولة وبكل سلاسة. هو طبعا جاب جون عالمي، اللي هو الجون اللي جابه الجون الأولاني في لحظة كده، في لحظة استلم الكرة وحطها على طول في البعيدة، فاجئ المدافعين وحارس المرمى. فبعد كده بقى ضيع السهل، يعني جاب الصعب وضيع السهل. انتهى الشوط الاولاني 1-0. فرقة بتروجيت طبعا لازم كل التحية والتقدير، فرقة محترمة، فرقة أول مرة تلعب في الدوري الممتاز السنة دي، ما جابش صفقات اللي هي زي ما بنشوف كل الفرق إن هم بيدعموا بلعيبة في الدوري الممتاز ويقول لك الخبرة ومش الخبرة. أنا شايف النهاردة إن عملوا جيم كبير قوي قوي، وتحية للعيبة وللكابتن سيد عيد اللي النهاردة بصراحة عمل جيم محترم لآخر دقيقة مقاس. وفي فرق كبيرة ولها تاريخ وبتنزل تترعب من الأهلي، تنزل تترعب وبتخسر بالاثنين والثلاثة. ده ما عندوش الكلام ده لغاية الوقت، بدل الضايع في الدقيقة 4 بيجيب هدف. ولو الهدف ده يعني جه بدري شوية كانت المباراة كهربت أكتر وأكتر، لأن هم طول الشوط الثاني هم اللي ضاغطين، هم الأحسن، هم اللي مضيعين. الشناوي يعني صادت كورتين كانت ممكن تغير مجرى المباراة، والجون اللي دخل فيه ده طبيعي لان اصلا الراجل شال كورتين، التالتة تبتاع. ولكن هنا بقى هنتكلم شوية على الفنيات بتاعت كولر اللي هي تسد النفس، التغييرات اللي هي قلبت المباراة. يعني هي المباراة من بداية الشوط الثاني وهي مسروقة منه، عمل تغييرات يعني ما انزل الله من سلطان. قلب بقى المباراه تاني وهو ضمن، يعني كده ضمن ان النتيجه يعني خلاص المباراه خلصت والكلام ده، والنادي الاهلي واقف على رجله والنادي الاهلي مستحوذ. لا، النادي الاهلي وحش. فين عمر الساعي؟ يعني عايزين نسال سؤال يا رجاله. عمر الساعي يعني المفروض انت بتخرج حسين الشحات وبتخرج امام عاشور، يبقى لازم تدي الساعي. فانا التغييرات اللي انت عملتها دي سمك لبن تمرين. احمد نبيل كوكا الموهبه، كريم ندفد اللي هو بقاله فتره الدنيا كانت ماشيه، يعني هو ماشي. نزل في مروان عطيه، في السوليه. انت نزلت الاثنين كريم ندفد واحمد نبيل كوكا، يبقى على طول سيب قفشه. انت مالك ومال قفشه؟ مالك؟ الوحيد اللي هو بيعمل لك السروقات، الوحيد اللي ماسك الكوره، الوحيد اللي بيعمل لك التحول من الدفاع للهجوم. طبعا الكلام دوت فيه يعني بعيد عن الناس كانت هتقول لك ايه، اصل قفشه، اصل ده من يوم القضيه، اصل ما اعرفش ايه. اهو يعني احنا وانا بحلل الراجل بيعمل الاسيست اللي هو يعتبر جه منه الجون الثاني. المهم النادي الاهلي جه بعد في عز الضغط بتاع بتروجيت ينجح محمد عبد الله في اسيست الهدف الثاني. وده الغلطه بتاعت المدافع اللي هو طلع الكره في اتجاه محمد عبد الله وهو جاي. يا عم ما تحضن عليها، يا اما طلعها يا اما ادي ظهرك للجون ورجعها للجون. ولكن برضه هنقول يعني جون عشان قلة الخبرة، عشان اللي هو لعيب واثق ان هو هيلعبها بكل الثقة اللي هو عملها دي، ولكن بيعملها في رجل محمد عبد الله عشان تتهيأ قدامه عشان يحطها لجراديشار اللي هو المنشار. اللي انا بقول النهارده انا من وجهه نظري هو نجم المباراه مش امام عاشور. ولو عايز ما تديهاش لجراديشار تديها لمصطفى العش او كريم الدبيس اللي هو برضه اتظلم الماتش اللي فات. ماشي، جاب جونين الماتش اللي فات بس ما كانش الانتاج اللي هو النهارده. مضيع 7-8 انفرادات، لو حصل حاجه تعادل كان هو اللي يشيل الليله امام عاشور. فبرضه ما اعرفش الناس بتديها له بناء على ايه؟ انتوا بتتفرجوا على ماتشات تانية ولا ايه؟
يعني النهارده لو حصل حاجه، لو جون بتاع بتروجيت ده جه بدري شويه، اعتقد يشيل الليله امام عاشور، اللي طالعين بيطبلوا له ويهيصوا له ويقولوا لك لا نجم ده كام ورا ماتش. لا، الماتش اللي فات اللي ياخدها كريم الدبيس، لان هو الوحيد اللي كان هو يعني كان بارز قوي. جبت جونين على عيننا وعلى راسنا، بس اللي عامل مجهود وعامل انفراد ده النهارده كريم الدبيس. النهارده عامل الواحده لامام عاشور مضيعها، واحده لحسين الشحات، واحده لجراديشار، واحده لمحمد عبد الله اللي نزل اللي هو ما بيعرفش يلعب بدماغه. ورغم كده كل الانتاج دوت وتقول لي جراديشار النهارده بيعمل ثرو باص لامام عاشور انفراد وبيضيعه. النهارده جراديشار جاله كوره جابها جون، جاب كوره تانية بس للاسف اوف سايد. تحس بيه ان الراجل ده مولود في ال18، مولود في ال18، لان اللي بدماغه دي صعبه، اللي هي ما اتحسبتش عشان ان هي اوف سايد. بس مش اي حد يحط الكوره، ما عندوش الحس بتاع الدماغ ده غير لما يكون فيرود بجد. الجون اللي هو جابه هتقول لي سهله والكلام ده، في ناس تانية بتقلشها وفي ناس تانية بتحطها في السماء وهو تحت العرض عادي. التحركات بتاعته وحته المحطه اللي كان بيعملها النهارده، ده في واحده مرجعها لقفشه وهو طالع فوق وبيغير اتجاهه، بيغير جسمه كده بيحطها لقفشه عشان قفشه شوط. بس حظ قفشه ان هي ما مالتش في وش رجله كويس. فمحطه انا قلت لكم من الماتش اللي فات والماتش اللي قبليه، الراجل ده خطر على اسامه ابو علي، لان ده بيجيب جون ومحطه. هو اسامه ابو علي يتميز بس بالفاولات، وفي ال18 بيجيب اجوان بس مش زي الراجل ده الراجل ده لو خد، انا بقول لك لو فضل الفتره اللي جايه دي وما يجيش وسام ابو علي الراجل يقعده عشان يدي لده هيوقع الاثنين. فانا شايف ان ده يركب لغايه ما لا قدر الله بقى اصابه يتوقف، الكرف بتاعه ينزل، يبقى في الحاله دي ابدا ادي لوسام بقى. انت هتدي لوسام بس هتديله على فترات، بس تبدا بدايما بالمنشار ده. على العموم النهارده النادي الاهلي بيكسب، بيزود في رصيده 3 بونت، ونستنى مباراه بيراميدز ونشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. هل النادي الاهلي هيبقى اول ولا بيراميدز هيرجع للصداره بعد لقائه غدا ان شاء الله. فان شاء الله باذن الله كل التوفيق ومبروك للنادي الاهلي وجماهيره. في حته بس عايز اقولها، هو فين جمهور الاهلي؟ ما انت خلاص الصفقات جت، انتوا كنتوا عازفين عن ان انتوا ما تحضروش عشان زعلانين من مجلس الاداره والكلام ده، فانتوا مجلس الاداره عمل لكم صفقات، طب ما بتروحوش ليه؟ النهارده في شويه جماهير قد كده ينفع؟ طب لو النهارده الاهلي تعادل ولا خسر، فين دوركم بقى؟ فين المسانده بتاعتكم الحقيقيه؟ فما اعرفش يعني انتوا بقى الجماهير المناسبات زي ما بيقولوا عليكم، ولا انتوا لسه زعلانين؟ ولا طب يجيب لكم ايه؟ مين تاني يعني جاب لكم بن شرقي وتريزيجيه، يجيب مين تاني؟ مبروك يا كل الأهلاوية على الفوز الجميل ده النهاردة، ولو انه بالنسبة لي مش جميل قوي لأن المباراة أنا شايفاها كانت سهلة جدا جدا للأهلاوية. يا ريت كل الأهلاوية اجمع واحضر واثبت حضورك باللايك الجميل والاشتراك في القناة لو انت أول مرة تشوف القناة، وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد وحصري في كرة القدم في مصر وخاصة النادي الأهلي. ويا ريت توصلوني ل10,000 مشترك في أقرب وقت إن شاء الله علشان الأهلاوية اللي في القناة يكتروا. وألف مبروك للأهلي، كنتم مع توب تيم.